أوي، بس خلّينا نقول كده حاجات إيه، بتحدث يوميًا وإحنا مش واخدين بالنا منها، زي مثلًا كلمة أنت أو أنتِ، دي فيها إيه؟ دي فيها إيه؟ أنتِ مش فاهماني، إمم. طَب أنا باقول لِك أهو أنتِ مش فاهماني إمم. وحاجة يعني كويسة مش حاجة وحشة، بس في الواقع إن ميكانيزمات الدماغ بتاعتنا، دي حاجة يعني في طبيعة البشر، مصنوعة على الدفاع، أول ما بتقولي أنت باحس إن أنا أنا باتهم بقى أنا بشيء، هادافع، لازم أدافع أنا عن نفسي. أيوه، أنا مُتهم، إمم. فيبدأ ميكانيزم الدماغ بتاعنا ده يشتغل على إنه إيه، يدافع، إمم. فأنا وأنتِ بتتكلمي أنا مش سامعة أنتِ بتقولي إيه، أنا باسمع عشان أدافع أدافع على اللي أنتِ بتتهميني أو بيه، أثبت إن كلامي غلط. برافو عليكِ، إمم. فكلمة أنت أو أنتِ دي خلاص بقى، إحنا كده مش سامعين اللي بعدها، حلو إحنا أوي الجزء ده. سامعينه مش فاهمينه، إحنا بنسمع عشان أنا باجهّز الرد، وأنتِ إمم. بتتكلمي إمم. أنا باجهّز الرد إمم. عشان أفحمِك بقى، إمم. عشان أورّيكِ إن إمم. لأ مش صح، ده اللي بيحصل فعلًا. فده اللي بيحصل. الحل إيه طيب؟ ما أنا عايزة أقول له إنه مش فاهمني، أو عايزة أقول لها إن أنتِ مش مدياني تقدير كويس، إن أنا أتكلم عن اللي أنا باحسه، إمم. عن مش الفعل بتاعك، ولكن عن نتائج الفعل بتاعك. عليّا، فباعبّر عن نفسي، عن مشاعري، يعني عن كده. بالضبط كده، أنا نِفسي في كذا، أنا باحس لمّا أسمع كلمة كذا إن أنا متضايقة، أنا محتاجة إمم. أقعد معاك أكتر. فرق كبير، وأنا وأنتِ بتتكلمي أنت دلوقتي كل وأنا يوم كأني تنزل باشوف وقائع لأصحابك، عليّا بالاقيها أنت أحسن كل يوم كتير. تنزل لأصحابك، إمم. فخلاص أُمّال عايزاني أقعد جنبِك؟ ده الرد الطبيعي على طول. إمم. أُمّال عايزاني مش عارف إيه؟ لأ، لو أنا قُلت لِك بقى أنا حابة أوي أقعد معاك، يعني حتى لو نزلت مع أصحابي على فكرة، بس هابقى نازل وحابب أرجع، إمم. لإن أنا صح. راجع لنقطة ما فيهاش خناق.